كولر والجبان واللي بجد احنا بنقول له انت عايز ايه تاني؟ انت مشيت لعيبه عتاوله في النادي الاهلي ده عندك، خليت لعيبه تقعد دكه وقد تكون ممكن تعتزل او مستواها يقع في الارض او نفسيتها تبقى في الارض بسببك وبسبب عندك. انت بتألف في معظم التشكيلات المطوشه دي واهم ماتشات، خصوصا ماتشات البطولات اللي هي من مباراه واحده. انت بجد خلصت علينا خالص. انت توفر لك كل حاجه انت عايزها، توفر لك صفقات، توفر لك مناخ، توفر لك اجواء، توفر لك كل حاجه في الدنيا. انت خلصت علينا خالص. احنا كنا بنقول ان انت واخد 11 بطوله في سنتين مع الاهلي وعملت ارقام حلوه، بس انت شكلك مخك وقف، محتاج يتغير له زيت، او محتاج بجد ان انت خلاص كده شكرا. لو مفيش ابديت عندك او جديد كفايه كده. انت خلصت علينا خالص. الوحيد اللي جه عمل هيبه لنادي الزمالك. انت ما شفتش موسيماني اللي هو قد يكون اقل منك، وجوزيه طبعا الاسطوره كان بيعامل الفرقه دي انها فرقه موسيقيه مش فرقه كره قدم. الناس دي ما كانش بيتعمل لها حساب قبل كده. الناس دي انت اللي بترجعهم تاني. الناس دي انت الوحيد اللي بتعمل لهم قيمه. انت بجد ضيعت هيبه الاهلي. الاداره عملت لك كل حاجه، عندك ماشيه لعيبه ابطال، جبنا لك صفقات اقوى صفقات موجوده. هنعمل ايه تاني؟ لو انت مش قادر ومخك خلاص وقف وانتهت صلاحيتك، نجيب مدرب. الاداره زي ما وفرت لك كل ده وانت مفيش جديد، لا نجيب مدرب بقى وكده انت شكرا. انا مش هقول طمعان في حد زي فايلر، كان زمانه بجد بيدوس على الفرق دي. فايلر بالكوره اللي كان بيقدمها بس منها لله مراته لعبت له في دماغه، وهو دلوقتي بيبيع مناديل في سويسرا. بس هي سبحانك يا رب ما بتبقاش مكتمله الارقام زي ما احنا عايزين. بس احنا بنقول يا كولر كفايه عليك كده. انت اللي ضيعت هيبه الاهلي قدام فرقه ضعيفه، خصوصا الموسم ده زي الزمالك. يا عم عايز مننا ايه؟ كفايه. مفيش حد امبارح ما قالش منك لله يا كولر. ملايين دعت عليك. اتمنى ان انت تكون لسه عايش ما وراكش حاجه من الدعوات دي. وبرضك ماتش زي الزفت امبارح بسبب العك اللي انت وصلته لينا في نهايه الماتش، وهو التعادل اللي احنا بنعتبرها خساره. بجد لازم عقوبات من مجلس الاداره. وكولر لو مش قادر تكمل شكرا كده ليك، واحنا مش هنزعل منك. جبت 11 بطوله واتنجمت في سنتين وانت كنت قاعد اصلا ومعتزل، وجبناك نجمناك شويه وظبطنا لك السي في، تقدر تاخده وتتكل على الله. مش عايزين قرف تاني كده، كفايه قوي. سلام.